امتى تقول انا مش وسيط، انا شركة؟ قرار التحول من وكيل لعلم في السوق. في لحظة بتيجي لأي وسيط عقاري شاطر، لحظة بيقعد مع نفسه ويسأل: هل أكمل كده ولا أفتح شركتي الخاصة؟ هل أفضل واحد من ضمن فريق ولا أعلق لوجو باسمي أو اسم شركتي وأبدأ في طريقي لوحدي؟ بس السؤال مش سهل، لأن التحول بموظف لشركة مش بس ورق وتسجيل، ده مسؤولية ورؤية وشخصية. أول حاجة، هل انت فعلا جاهز؟ النجاح كسيلز لا يعني الجاهزية لقيادة شركة، فاسأل نفسك: هل انت عندك قاعدة عملاء بيجولك على اسمك؟ هل عندك مصادر تجنريت منها ليدز بنفسك؟ هل عندك اسلوب شغل خاص بيك؟ هل السوق بيشوفك كخبير ولا مجرد وسيط؟ طب هل بتعرف تدير وقتك ومصاريفك لوحدك؟ لو الإجابة على معظم الأسئلة دي لا، يبقى تكمل شغلك. تاني حاجة، هل عندك يو اس بي او يونيك سيلينج بروبوزيشن؟ يعني ايه المختلف اللي عندك؟ هل مثلا هتركز على شريحة معينة؟ هتشتغل على مناطق محددة؟ هتقدم محتوى مثلا مش موجود؟ هل عندك فريق بيشتغل باسلوب مختلف؟ هل عندك نظام متابعة او عندك خدمة استثنائية؟ شركتك ما ينفعش تبقى نسخة اقل من اللي حواليك، لازم تكون شركة جاهزة وصوت جديد في سوق مزدحم. ثالث حاجة، هل انت مستعد للعبة الارقام؟ لما تفتح شركتك هتصرف قبل ما تكسب. عندك ايجار مكتب، تراخيص، باقات للمنصات، بادجت للكامبين اللي لازم يبقى شغال باستمرار، عندك مصاريف للتوظيف. لو ناوي تبدأ، هل معاك فريق؟ لازم يكون معاك بلان واضحة وتمويل كافي عشان السوق ما يكسركش وانت لسه بتبني اسمك. امتى الوقت المناسب؟ لما تلاقي ان اسمك بيجيب شغل اكتر من اسم الشركة اللي انت فيها، لما بتكون قادر تدير صفقاتك من الالف للياء، لما تكون بتشتغل لوحدك بانضباط ومش محتاج مدير، لما تبقى شايف نفسك بتبني حاجة اكبر من مجرد عمولة. وقتها تقدر تاخد القرار وتبدأ تبني براند بدل ما تبني شغل لغيرك. بس خلي بالك، شركتك مش هتقوم على عدد الصفقات، هتقوم على ثباتك وسط العواصف، الايام اللي ما فيهاش ليدز والشهور اللي فيها ضغط ومصاريف والبيع نايم. دي اللي هتفرق ما بين اللي فتح واللي استمر. الخلاصة، لو انت وسيط ناجح ومشيت السكة كلها وتعلمت تبيع وتبني وتتابع وتثقف، يبقى من حقك تحط اسمك على الباب. بس اوعى تفتح شركتك عشان تهرب من مديرك، افتحها عشان تبقى مدير نفسك وتبقى انت اللي بتخلق الفرصة مش بتستناها. في الحلقة اللي جاية هنبدأ نتكلم عن شيء مختلف: ازاي تفهم استثمار مش بس تبيع عقارات، ويعني ايه محفظة، وازاي تقدر تحرك الفلوس. تابع السلسلة، لان نهاية الطريق مش شركة، النهاية الصح تفهم يعني ايه حرية مالية وملكية حقيقية وتوظيف للاستثمار.